شنو هي البيرسونال براند وعلاش لازمك تعملها؟ كيما حكينا في 2025 هي حاجه مهمه برشا، على خاطر بالبيرسونال براند نتاعك نجم تكون عندك فيزيبيليتي اكثر في ريزو سوسيو، اذا كان انت فريلانسر بزنس اونر ولا جوست عبد يعمل في حاجه يبارتاجي في الاكسبيرينس نتاعو. بيرسونال براند تنجم تخليك تعرف وتنتوركي مع لايك مايندد بيبل، معناها تعمل الكوميونيتي نتاعك وتولي تعرف برشا عباد. الحاجه الثانيه تنجم تعاونك تبيع اي سيرفيس ولا اي برودوي تحب تبيعه. والحاجه الثالثه مهما كنت اللي تعمل فيه makes you stand out في 2025. دونك شنو هي البيرسونال براند؟ هو كيفاش تعرفك العباد وشنو تعرف عليك على الانترنت. دونك شنو الكونتوني اللي تبارتاجيه، كيفاش تحكي، شنو الحاجات اللي تحكي عليهم، وشنو ستيل الكونتوني اللي تعمله، هو اللي شيبي البيرسونال براند هذيك. اذا كان مثلا انت جيمر ولا باش تعمل كونتنت على الجيمنج، باش تكون جينيرالمون عبد اللي يعرف يلعب لي جو فيديو هذوما، ولا باش يكون عبد ضامر، وطريقه تحديثك في الريزو سوسيو باش تكون مختلفه برشا على انسان يكون بزنس انثوزياست وعبد يحب يبارتاجي حاجات على الفلوس وعلى الانتربرونور. هذا ما يعنيش اللي هذاك صحيح ولا هذاك صحيح، كل واحد والكوميونيتي نتاعو وشنو الهدف من ريزو سوسيو. لازمك تختار وتعرف النيش نتاعك. اسال روحك شنو الحاجات اللي نحب نبارتاجيهم ولا نجم نعاون بهم العباد على الانترنت. اذا كان ما فما حد شيء نقول لك راك غلط، لازمك تزيد تلوج. باهي خلينا ناخذ اكزامبل. في الدار، لا قاريه، لا خادمه، شنو الحاجات نجم تبارتاجيها مع ريزو سوسيو؟ حد شيء غلط. نجم بارتاجي الاكسبيرينس نتاعها وتعطي نصائح للانسان اللي باش يوليو امهات، حاجات على الرضاعه، حاجات على صحتهم، حاجات على صغارهم، حاجات اللي تنجم تسهل حياة المرأة هذيك. وسيرمون تنجم تخدم مع برشا براندز كولابس ويخلصوها باش تحكي على البرودوي نتاعها. دونك لهنا ما فماش عبد ما ينجمش غدوه يعمل كونتوني ويبيرفورمي له الكونتوني هذاك. حاجه مهمه اللي هي كونتنت ستايلز، بيكي اللين نتاعك. اذا كان باش تعمل فيديوهات نتاع لايف ستايل نتاع فلوجز وعندك كوميونيتي، فما مونتاج معين، فما ستوري تيلينغ معين، فما طريقه معينه. اذا كان باش تعمل كونتوني ايدوكاتيف، جينيرالمون الكونتوني هذيك باش يكون في طريقه معينه اخرى. هذا ما يعنيش اللي فما طريقه صحيحه وطريقه غلطه، ولكن فما فورماتس اللي فهمنا اللي يخدموا في الدومين هذاك ولا في الدومين هذاك، كوميونيتي نتاع الدومين هذاك ولا النيش هذاك يحبوا الكونتوني هذا. ما نجيبش مثلا نهار نعمل كليب نحكي على ديفلوبمون ويب، نوري في شير سكرين وكيفاش نكودي، ونبدا حاط مثلا من لوتا كليب نتاع كهرباء في جي تي اي. هذه حاجات تمشي اكثر في ستيل اخر نتاع كونتوني. وكيب ان مايند لهنا وات ايفر نيش ولا كونتنت يو بيك، بي كونسيستنت وذ على خاطر اذا كان العباد باش تتبعك وباش تفولويك على كونتنت معين، جينيرالمون فولويك باش يحبوا يشوفوا الكونتوني هذاك اكثر. اما هذا ما يعنيش في البدايه نتاعك ما تستيش اكثر من نوع. العبد لله اول 10 فيديوهات هبطهم توتالمون جابوا لي 2000 فولور، 10 فيديوهات، وما فما حتى واحد ضرب في الانستغرام. ميمسي اللي فما مشي على تيك توك. حكيت على كتبه، حكيت على كيفاش تعمل فلوس، حكيت شويه على القرايه، حكيت شويه على الفاينانس. كل مره نحكي على موضوع معين باش نزيد نفهم شنو الاودينس تحب وشنو اللي يمشي معي. ومن بعد عملت تشالنج نتاع مليون في شهر، ضرب التشالنج هذاك. التشالنج اللي بعده نتاع 10 ملايين كيف ضرب. دونك فهمت في شنو انا باهي وشنو الكوميونتي نتاعي تحب. دونك احسن نصيحه نعطيها لك في النيش ولا في الكونتنت فورمات، لازمك تستي برشا. الثالثه اللي حاجه مهمه زاده اللي هي كوانتيتي اوفر كواليتي. في البدايه ما تفهمنيش بالغلط، الكاليتي مهمه برشا، ولكن في 2025 الكوانتيتي اهم برشا. في عصر السرعه فما الاف الريلز قاعده تبوستا كل يوم. اذا كان انت مازلت بيجنر، مازلت ماكش فاهم شنو الكوميونتي نتاعك تحب، مازلت ما عندكش اودينس كبيره، اذا كان باش تهبط بوست في الجمعه ولا حتى زوز بوستات في الجمعه، عندك شانس اقل برشا باش تجيب دي ريزولتا مقارنه بشهر كامل كل يوم فيديو. علاش؟ على خاطر تحب ولا تكره ال 20 فيديو الاولى نتاعك باش يكونوا خايبين. لازمك توصل تعمل 20 فيديو باش تولي تعمل في فيديوهات باهي. دونك يا اما ال 20 فيديو تعملهم في 6 شهور، الا تعملهم في 3 جمعات وتولي تعمل في فيديوهات باهي. على خاطر تكنيكمون اذا كان باش تهبط فيديو باش تاخذ فيدباك، من الفيدباك هذاك باش تحاول تحسن، وكي باش تحسن باش تقدم. معناها اكثر فيديوهات احسن كواليتي بالوقت. ماكش باش تكون باهي من الاول، لازمك تفهمها. برا شوف فيديوهاتي انا تو تعرف، ولكن باش تولي باهي بالوقت. خلي الكونتوني هو الكرييتيف جيم نتاعك. باش تمشي تترينا، باش تخدم برشا سيريات وبرشا اكزرسيسات، هذاك هو الكونتوني نتاعك اللي تبوستي فيه. اما هذا ما يعنيش اللي سوكسي كان فولورز. لازم تكون عندك اودينس صغيره وتجيب لك اكثر برشا كليونات، لانك يو جو مين ستريم. النجاح عمره ما كان فيوز والا فولورز، ولكن خاصه اذا كنت تمس في اودينس كبيره، هذوكم ينجموا يكونوا داتا باش تفهم شنو هو ماشي في الكونتوني وشنو لا. على خاطر اذا كان فيديو عمل 100000 وفيديو عمل 10000، سيرمون فما حاجه سبيسيال في الفيديو 100000. نجم يكون راهو فيديو خايب برشا، اما عاده اذا كان اغلبيه الفيدباك بوزيتيف فما حاجه خدمتها لهنا خير من هذا. وبليز دونت تشيس نمبرز، ولكن باهي انك تخليهم كمايلستونز. 4 البرودكشن والكيك ستارتنج. ستوب ويتنج فور ذا بيرفكت سيت اب. ماكش باش يكون عندك كاميرا كيف تو لوميير وكذا وتتقارن في الكونتوني نتاعك الاول بيان. ما تقارنش الدرجه نتاعك الاولى بالدرجه 20 نتاع عبداخ. ادخل الكونت نتاعي شوف الفيديوهات القديمه اللي كنت نعمل فيها، ومع العلم اللي انا باز وقتها كنت فيديو اديتور. يعني عبد عنده فكره على اللوميير، عنده فكره على المونتاج، عنده فكره على التصوير. بديت برينج لايت
وتليفون. الرينج لايت ماخذها ب 40,000 من جوميا وقت كانت تخدم، وكان عندي تليفون ايفون 13 نصور بالكاميرا القداميه اللي تو ديجا فقت اللي هي وقتها غلط. ورغم ذلك كان عندي برشا فيديوهات بيرفورمي، وعملت اودينس كبيره تليفون ورينج لايت، وبشوي بشوي وليت ننفستي من الفلوس اللي ندخل فيها من الفريلانس. مونتاج تنجم تستعمل ديزابليكاسيون سامبل بالكاب كات، تتعلم شويه من اليوتيوب، تطور في السكيلز نتاعك. ماي اونلي تيب اللي نعطيها لك في البرودكشن اللي كل مره تستي حاجه جديده، حاول خلي الفيديو هذا 10% خير من الفيديو اللي قبل. حسن طريف في المية، حسن طريف في الاوديو، حسن طريف في المونتاج. بعدك ال 20 30 فيديو اللي حكينا عليهم باش تلقى الفيديو رقم 30 خير برشا من الفيديو رقم 1. عملت تشالنج مع روحك 30 يوم باش تبدا صناعه المحتوى، باش تبوستي كل يوم، باش تحاول تحسن كل فيديو، باش تحاول تاخذ فيدباك من عند عباد كيفي انا ولا كونتنت كريترز اخرين. ونضمن لك بعد 30 يوم هذوكم باش تبدا عندك اناف داتا، اناف اكسبيرينس باش تزيد تحسن وتزيد تخدم كونتوني مخيف. برشا عباد في 30 و60 يوم هذوكم وصلوا عملوا 10 و20 و30 الف فولور وبناو سوشيال ميديا بريزنس باهي. اما كيب ان مايند اللي فولورز ولا فيوز وحدهم ما يعنيوش سترونج بيرسونال براند. 5 حاجه اهم منهم الكل اللي هي جروث وديستريبيوشن. لازم تسرع في النجاح نتاعك. كونتنت هو ستيب، اما باش تشوفك العباد وتعرفك ستيب اخر. هاو كيفاش تعمل ديستريبيوشن وتكون اذكى من برشا كونتنت كريترز اخرين. برا اعمل كولابوريشن مع كونتنت كريترز اخرين. بدايتي في دومين الفريلانس في مارشي تونس كانت اني عملت فيديو كولاب نحكي على الفريلانس مع انجلش وذ جو، تحيه لي. كي هبطت الفيديو هذاك كنت اسامه طرابلسي كان عامل فولو لانجلش وذ جو، عجبوا الفيديو عمل لي انا زاد فولو. حكينا مره ومره اخرى كان يلوج على مونتور الفيديو، يعرفني، بعث لي ميساج، خدمت معاه وبعدها خدمت مع الكليونات اللي نخدم معاهم ستيب باي ستيب. بديت البزنس نتاعي في تونس، خاطر قبل كنت نخدم شويه في مارشي برا، وجاتني الفرصه باش اني نتستي مارشي تونس بالكدا وفقت اللي نجم يكون بالنسبه ليا خير برشا من برا. حاجه اخرى كون اكتيف في سيرفر الديسكورد، في جروبات توانسه في دومينك على الفيسبوك، انتراكتي مع كونتنت كريترز اخرين، ابعث لهم ميساجات، اكتب لهم كومنتات، حاول بيلدي ريليشن شيبس. ما تنساش باش تعاود تبوستي الكونتوني هذاك اكروس اذر بلاتفورمز، تيك توك، انستغرام، يوتيوب، على خاطر جروث راهو كوميونيتي. احكي مع العباد، احضر في لي زيفينمون مش بالضروره كسبيكر، اخرج من زون دو كونفورم تاعك وحل دي كونفرساسيون مع عباد، على خاطر البيرسونال براند ما تتبنيش كان في الانترنت والسوشيال ميديا. هذا الكل عطيتك فكره عامه على البيرسونال براندنج والكونتنت كرييشن. اذا كنت تحب تاخذ فكره على الكونتنت ايديشن وسكريبتنج نجم تلقى فيديو لوطه اللينك في الديسكربشن. كيب ان مايند وقت اللي العباد تعطي فيك الثقه راهم يخدموا معاك ولا ريكوموندوك العباد. بيرسونيلمون لاجونس نتاعي عندي تقريبا 6 شهور ما عملت حتى اوتريتش، كليونات قاعدين يجيو، ميم سي الكونتوني نتاعي ماهوش اوبتيميزي باش اني نجيب كليونات للاجونس. اما ما تنساش اللي الثقه والتوقيت مهم برشا، على خاطر اذا كنت تختفي ل3 شهور المومنتم نتاعك ينقص والعباد تبدا تنسى. كيما حكينا العالم يجري والاف الفيديوهات تبوستا كل ساعه. وفي النهايه كما حكيت البيرسونال براند ماهيش 100,000 ولا مليون فولور، سبب انك تكون ظاهر للكوميونيتي ولا العباد اللي انت تحب ولا لازمك تظهر لهم، تكونكتي معاهم، يعجبهم الكونتوني ويعطيو فيك الثقه. الكونتوني هو اسرع طريقه باش انك تتفوق على الكومبيتيشن نتاعك، تتركتي العباد اللي تحب تتركتيهم وتبني كارير اللي انت عامل عليه جا، على خاطر ماكش مربوط بشنو الكونتوني اللي لازم تهبطه. دونك يزي سكرولينج وستارت بيلدينج. ما تخليش الكونتوني والسوشيال ميديا تكونسوميك، انت تستغلها باش تبني اهداف. دونك شنو النكست ستيب؟ تختار النيش نتاعك، تعمل طلع على الفيديو اللي لوطه، تسجل اول فيديو، معليش لا بوستيه غدوه، تعاود تعمل نفس الشيء بعد غدوه، ونضمن لك باش تشكر روحك بعد 6 شهور. بعد شهر صناعه محتوى صارت حاجه بدلت لي العامين اللي بعدهم من حياتي. اكتب لي في كومنتير شنو الموضوع اللي تحب تعمل عليه كونتوني وكيفاش تحب العباد تعرف. ما تنساش تعمل سبسكرايب باش تشجعني باش نعمل اكثر كونتوني، وكالعاده باش تقوي في الدخل لازمك تنحي البخل. بيس.